كيبدا فيلمنا في مدرسة هان الكونغ فو، وهو كيدرب في المقاتلين ديالو. جات لعندو طبيبه اللي كانت سميتها فونغ، وهي الام ديال واحد الشاب اللي سميتو لي كيدرب عند هان بالتخبيه. اللي ملي شاف الام ديالو مشى تخبى عليها. في ديك الوقيته بدات هادره مع المعلم هان، وقالت لي باللي خسرات ولدها الكبير بسبب انه تبع المسار ديالو وما بغاش تعاود نفس الحاجه مع لي، وقررت انهم غادي يتحولوا لمدينه نيويورك حيت لقات خدمه مزيانه تما، ومنها تبعدوا على الكونغ فو وفي نفس الوقت ضمن لي مستقبل مزيان. اللي كان كيتصنت لهاد الهضره وما عجبوش هادشي اللي سمع، وخرج لعند الام ديالو يحاول يقنعها تبدل رايها، ولكن ما قدرش. مورا ايام قليله غادي نشوفوا انهم تحولوا لامريكا ووصلوا للدار اللي غادي يسكنوا فيها. وفي ديك الليله خرج لي يجيب ليهم ما ياكلوا، ومنها يعرف البلاصه اللي سكنوا فيها. وفي طريقه لقى محل ديال البيتزا. ملي دخل ليه ياخذ ما ياكل بدا يضحك عليه مول المطعم حيت داكشي اللي طلب ما كاينش عندهم، ولكن جات عنده بنت صغيره سميتها مية اللي كانت هي بنت مول المطعم، وطلبات من ليه السماحه وعاوناته يختار شنو ياخذ، ووراتو حتى محل قريب ليهم ياخذ اي حاجه خاصاهم في الدار. الغد ليه فاقلي والام ديالو وكانوا غاديين بجوج بيهم اللي غادي يقرا، والام ديالو كانت غادا الاول نهار ليها في الخدمه، وقبل ما يتفرقوا وصاتو ما يجبدش الصداع ويرد البال راسو مزيان. وهو في الطرام باش يمشي للمدرسه شاف اعلان ديال مسابقه كاراتي، ولكن ما عطاش الامر اهميه. موراها وصل للمدرسه ولقى المديره كتسناه وداتو للقسم اللي غادي يقرا فيه. ملي سال القرايه وكان راجع للدار تلاقى بالصدفه مع مية اللي طاحوا ليها بواطات كانت هازاهم، اللي شافها ومشى عاونها باش تجمعهم. وتما تفكرات انه هو الولد اللي جا عندهم البارح المطعم. من بعد ما عاونها قرروا يرجعوا بجوج بهم للدار، وفي طريقهم اللي شاف واحد لاصال كيدربوا فيه على الكاراتي ومشى وقف يتفرج فيهم شويه. ملي شافته مية سولات واش كيعجبو الفنون القتاليه، اللي قال لها وباللي حتى هو كان كيدرب على الكونغ فو. تما مية وصاته واكدات عليه عمرو يفكر يدرب في هاد لاصال بالضبط، وجراته باش يمشيو في حالهم. تما وصل مول هاد الصال اللي سميتو اوشيه، وكان باين انه كيعرف مية، وقال ليها تسلم على الاب ديالها. ملي دخل اوشيه للصال قال لكونر انه شاف مية ومع ولد اخر ويمكن هو اللي بدلاته به، الشيء اللي عصب كونر كثر من القياس. اما مية ولي فمشاو للمحل ديال الاجهزه الالكترونيه المستعمله، وبفضل اللي السيده اللي في المحل نقصات المية اكثر من 150 دولار حيت حتى هي من الصين، الشيء اللي فرح مية اكثر من القياس. وقبل ما يتفارقوا داروا انهم يتلاقاو غدا ويضربوا دوره مجموعين في مدينه نيويورك. في الليل فانك سولات ولدها لي كيف دوز اول نهار لي في هذه المدرسه، اللي قال لها باللي دوزو مزيان، وفرحات بزاف ملي عرفات انه كون صداقه مع بنت، وكانت هذه اول مره اللي يقدر يكون صداقه مع بنت. الغد ليه ملي خرج من الدار لقى مية كتسنى فيه بالموطور ديالها، وهو باش جابوا دوره كبيره في مدينه نيويورك، ولكن وسط الرحله الموطور تكولا وسكت ليهم. تما شدوا الترام باش يرجعوا للدار، وكان عاجبهم الحال حيت كانت تجربه زوينه. حتى جا عندهم كونر وبدا هادر مع مية وسولها منين دبرات على هذا البروتوكول. مية ما عجبهاش الحال وبغات تمشي قبل ما كونر يضرب لي، ولكن كونر خلاهم حتى تمو غاديين وغفل لي ضربوا العين زرق عليه، وبسبب هاد الضربه العين ديال اللي زرقت بزاف وتنفخت. مية طلبات منه السماحه حيت بسببها وقع عليه هاد الشيء، وقالت لي ان اكبر غلط دارت في حياتها هو كانت في علاقه مع كونر، ووصاته ما عمرو يعاود يجبد صداع مع كونر حيت هو بطل في بطوله كاراتي الشوارع. موراها داتو لعند الاب ديالها اللي خبى ليه الزروقيه اللي في عينه بالماكياج، ولكن في الصباح فانك اكتشفت ان عينه زرقاء، وقالت لي انهم جاو لامريكا باش يعيشوا مزيان ماشي باش يتضاربوا وينساو عليهم امور كونغ فو في الصين. تما لي طلب منها السماحه ووعدها انه ما عمرو غادي يعاود. من بعد داتو لعند الان استاذ الدعم اللي غادي يعاونو باش يجيب نقطه مزيانه في الامتحان. وفي ديك الليله اللي جبد كتاب قديم كان عنده، ولقى وسطو التصويره ديال خوه بو، وبدا يتفكر ملي كان كيتدرب معاه على حركه سميتها ركله التنين، ولكن اللي ما قدرش ينفذها. الغد ليه في وقت المدرسه اللي تلاقى تاني بكونر اللي بقى كيتنمر عليه اكثر من القياس. تما اللي تعصب بزاف وبغى يدافع على راسو، وكاستهزاء منه كونر كان كيتضارب معاه غير برجليه وقدر يغلبه بكل سهوله. تما اللي فكر يجرب ركله التنين، ولكن كونر قدر يتصدى لهاد الضربه بكل سهوله. موراها وصلوا الاساتذه وفكوهم. جا الليل وكان اللي غادي عند فيكتور، وتما شاف ثلاثه الرجال مصيفطهم اوشيه كيضربوا فيه حتى غيب، الشيء اللي خلى لي يبدا يتضارب معاهم، وبالفعل قدر يغلبهم بثلاثه وجرى عليهم من تما. فيكتور ملي فاق عجبو شنو دار لي وطلب منه يدربو حتى هو خاصو يرجع الفلوس لاوشيه، والطريقه الوحيده باش يرجع ليه الفلوس هي يشارك في قتالات الشوارع ويعطي الاوشيه رزقه باش يبعد منه. وغادي نعرفوا ان فيكتور في شبابه كان ملاكم خارق، ولكن ملي ولد مية بعد من عالم الملاكمه اللي اعتذر منه وطلب منه السماحه حيت ما يقدرش يدربه. وملي رجع للدار شاف من الشرجم ان فيكتور كيدرب غير بوحده. ثم اتصل بالمعلم هان وسولو واش يقدر يدرب واحد الصديق ليه، والمعلم هان قال ليه الا كان هاد التدريب غادي ينفع صاحبك فما فيها باس. وبالفعل بدا كيدرب في فيكتور وبدا يعلمه اساسيات الكونغ فو. وفي وسط التدريب جات عندهم مية وكانت مقلقه من باها حيت
حيت قرر يرجع لعالم القتالات. ولكن فيكتور هدنها من بعد ما وعدها باللي غادي يدير غير قتال واحد يرجع به الفلوس الاوشيه ويبعد من هذا الشيء. وبالفعل ميا وافقت. موراها بدا لي كيدرب في فيكتور بجميع الوسائل المتوفره، وقال ليه ان الكونغ فو متعلق باي حاجه وهو طريقه حياه وماشي مجرد تدريب، وكانوا كيتدربوا في اي بلاصه وباي حاجه. وبالفعل فيكتور بدا كيحقق نتائج ملحوظه، والعلاقه اللي بين ميا ولي كانت نهار على نهار كتزيد تكبر. وكونر كان مراقبهم وما عجبوش الحال ملي شافهم هكا. وفي هاد الليله اللي غادي يعاود الفيكتور كيفاش مات خوه من بعد ما كان راجع للدار وهو رابح بطوله الكونغ فو في بكين. ولكن الشاب اللي كان لاعب ضده جاب صحابه وهجموا على بو من بعد مباراه حيت مرضاش يخسر قدامه، وواحد منهم كان هاز موس وضربوا به، وبسبب النزيف بو مات. والغد ليه كان لي والان كيراجعوا في المحل ديال ميا. تما ميا جات عندهم وعرضات عليهم يجيو في الليل لواحد المهرجان كاين في المدينه، وبالفعل وافقوا. ولكن ملي وصلوا اللي تقلق بزاف حيت شاف كونر معلق ميا ورجع في حاله بالزربه للدار. وفي نهار مباراه فيكتور ميا لاحظت ان لي كيحاول يتجنبها وما باغيش يهضر معاها، وبقات تتابعها حتى قال ليها انه شافها البارح مع كونر. تما قالت ليه باللي البارح قالت لكونر ان علاقتهم 100% سالات، وقررت تبدا علاقه جديده بشاب جديد واللي كان هو لي. الشي اللي فرح لي اكثر من القياس. موراها مشاو دخلوا مع فيكتور الحلبه، واللاعب اللي كان ضده كان ملاكم سابق، وبالفعل كان فيكتور قريب يغلبه من بعد ما تبع التعليمات والتداريب ديال لي. الشي اللي خلى الملاكم اللي ضده يلتجئ للغش باش يربحوا. وبالفعل بقى يضرب في فيكتور حتى طاح مغيب. اللي ملي شاف فيكتور مغيب وغاديين به الطوارئ تفكر خوه بو وجاتو حاله هستيريه ديال الخوف وما قدرش يدخل معاهم للسبيطار. واخا هذيك الوقيته ميا كانت في اشد الحاجه ليه يوقف معاها. واللي صعب الامر اكثر ان فانغ عرفات باللي لي هو اللي كان المدرب ديال فيكتور. وهاد الايام اللي دازت عند لي كانت اكفس ايام حياته لدرجه ما بقاش كيجاوب حتى المعلم هان. وفي واحد الليله من الليالي السيئه ديال لي ملي دخل الدار هجم عليه شخص وبدا كيتضارب معاه، وبسبب الظلام اللي كاين في الدار ما عرفش شكون هاجم عليه. ولكن ملي شعل الضوء لقى ان الشخص اللي هاجم عليه هو المعلم هان. ملي دخلات فانغ للدار تفاجات حيت لقات عندهم المعلم هان في الدار، وعرفات انه جا باش يطمئن على لي اللي ما بقاش كيجاوبوا في التليفون. الغد ليه لي والمعلم هان مشاو باش يشوفوا فيكتور، وغير وصلوا خرجات مية من تما حيت كانت مقلقه بزاف على لي. موراها تعرف فيكتور على المعلم هان، وتما قرر المعلم انهم غادي يشاركوا في بطوله كاراتيه الشوارع باش يقدروا يساعدوا فيكتور يخلص الديون اللي عليه. واول حاجه دار المعلم مشى لعند ولد صاحبه مياغي اللي كان حتى هو معلم في الكاراتيه، وطلب منه يعاونوا ويدربوا لي باش يربح هذه البطوله. ولكن للاسف لاروس رفض. اما لي فقدر يلقى البلاصه فين يبدا يتدرب حيت الان عطاه سطح ديال دارهم يتدربوا فيه. ومن هذا النهار بدا التدريب ديالو اللي كانت صعيبه اكثر من القياس. وقدر المعلم هاني يقنع حتى فانغ تخلي لي يشارك في هذه البطوله. وملي قرب وقت المسابقه جا عندهم حتى المعلم لاروسو وقرر انه يدرب لي باش يربح البطوله. وهذا الشيء صعب التدريب على لي اكثر من القياس حيت ولاو عنده جوج اساتذه اللي كانوا صارمين معاه اكثر من القياس. وحتى كونر كان كيتدرب باش يكون هو البطل كيف العاده. وفي هذا النهار تلاقات مية مع لي حيت الان قاد ليهم موعد لعل وعسى يقادوا علاقتهم. وبالفعل قدروا يتصالحوا وكانوا فرحانين اكثر من القياس. والغد ليه بدات البطوله وقدر لي يربح بكل سهوله، وكان كونر كيتفرج فيه. وحتى كونر قدر يربح الماتش ديالو وتاهلوا بجوج بيهم للنصف النهائي. وحتى في النصف النهائي تاهلوا بكل سهوله النهائي. ولكن الرجال ديال الوشيه كانوا تما وحاولوا اديو لي باش كونر يربح البطوله بكل سهوله. وتم تدخل المعلم هانو لاروسو وقدروا يحبسوهم قبل ما ياديو لي. والمباراه النهائيه كانت بقات ليها غير سيمانه واستغلها لي وحتى كونر باش يتدربوا مزيان. وقرر المعلم لاروسو يدرب لي على ركله التنين باش هاد المره يفاجئ بها كونر ويقدر يغلبه. ولكن التدريب كيف العاده كان صعيب وبصعوبه حتى قدر لي يكملها. وقبل المباراه النهائيه الام ديال اللي جات عنده وشجعاته، وكانت هذه اول مره تشجعه، الشيء اللي خلاه يدخل المباراه وهو متحفز بزاف. وحتى فيكتور ومية جاو باش يشجعوه ويتفرجوا فيه. ملي بدات المباراه لي وكونر كانوا متكافئين لدرجه كبيره وبجوج بيهم حقوا 7 نقاط وبقات لهم غير نقطه لواحد باش يربحوا المباراه. تما لي فكر ينفذ حركه التنين اللي تدرب عليها وبالفعل قدر به يغلب كونر. ولكن ملي سالات المباراه كونر بقى فيه الحال بزاف وما رضاش ان لي يغلبه وبغى يغفلو. ولسوء حظه ان اللي كان مساعد ليه وقدر يغلبه لثاني مره، وبين لي ان الرياضه اخلاق قبل ما تكون قوه ومهاره. وكل شيء كان فرحان حنت لي يقدر يربح هذه المسابقه. وبسبب الشهره والفلوس اللي ربح المطعم ديال فيكتور ولا عليه زحام اكثر من القياس وقدر يخلص الديون اللي عليه. وهنا سالا فيلمنا، ما تنساش تجي ابوني وشي كومونتير زوين وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيلم الجاي ان شاء الله.